اذكروا الله سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. فبالتالي اليوم علم الجينات احنا ما قاعدين نكبر حجم تخصصنا، ولكن علم جديد جدا معقد، والتقنيات اللي وصلنا لها هي اللي اليوم عرفتنا بهاي المعلومات. الأجمل من ذلك ان احنا عرفنا ان هذا الخيط ملتف على بكرة. هاي البكرة اللي يلتف عليها، البكرة فيها مفاتيح، هي اللي تفتح مفتاح البلوغ عند البنية، تفتح مفتوح البلوغ عند الرجل، عند الولد، الشعر الأبيض، الإنسان يكبر، المرأة تدخل سن الأمل. الجميل في ذلك في علم فوق الجينات عرفنا أن اليوم إحنا نقدر نعيد برمجة جيناتنا، مثل ما نغير السوفت وير للمايكروسوفت every time we can do the same. أنا عمري يعني 1/9 كملت 43 سنة، الحين داخلة 44 سنة. الله يسلمكم. بس خلاياي عمرها 16 سنة بفضل من الله. يعني سوينا درسنا الخلية مالتي وكيف قدرت أصغر عمر خلاياي، وإن شاء الله إذا الله أعطاني عمر بعيش لين 129 سنة بإذن الله، وأنا أكون مثل واحد عمره 60. كيف قدرنا إن إحنا نعرف عمر الخلايا، وكيف أنا قدرت في أقل من 5 سنوات أقصر عمري أكثر من 26 سنة. هذا شيء بسيط، ان اليوم الله سبحانه وتعالى جل جلاله فوق عرشه لا اله الا هو خلق الكروموسومات هاي ال 46 اللي شفتوهن، في نهايتها كرمكم الله مثل خيط الجوتي. تشوفون خيط الجوتي في نهايته مثل البلاستيك هذا اللي تروم تدخله من الفتحه، وزايد يحافظ على الخيط فتره اطول. نفس الشيء الله سبحانه وتعالى جل جلاله فوق عرشه لا اله الا هو خلق الكروموسومات هايله. تشوفون نهاية كل كروموسوم هذه النقطة اسمها تيلوميرز. تيلوميرز تحافظ على الكروموسوم، وكل ما الخلية تتقسم هذا الكروموسوم يبدأ يقل لين ما ينتهي، الخلية تموت، العضو يموت، الإنسان يموت. فبالتالي اليوم في العلم عرفنا أن أنا أقدر أرد أطول هاي الكروموسومات ماليلي. أنا ما شاء الله طولتهن، خليتن يوصل